هو في ايه يعني؟ لما في حملة جامدة جدا على المصريين وعلى أرض مصر، ايه اللي منطورينهم في القنوات دي تقولك الأرض أرض الله، ولازم نحتوي، ولازم نضيف ونحط اللاجئين الحلوين معانا. وهي مالها؟ هي أنا مش فاهمة هي بتتكلم باسم مين، ونبص لها نطة من قناة لقناة. يعني مش كفاية كلامها التافه، لا كمان نطنها لنا من قناة لقناة. ويقول لك دكتورة في ايه دي؟ يعني دكتورة في ايه؟ في الشاورما؟ يعني مش فاهمة يعني. بعدين احنا ايه مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا قاعدين نسوق قوي لان احنا نقعد الناس عندنا. ويقول لك اصل مصر طول عمرها متجافة. مصر طول يا ذكي يا اذكى اخواتك. مصر طول عمرها متجافة، ما كان عددنا 20 مليون 30 مليون. لكن مش يبقى اعدادنا فوق ال 100 مليون ومديونين وحالتنا بالحالة، ومش لاقيين ناكل الشعب المصري ونعيشه زي بقية البشر، ونروح نجيب كمان الضيوف واللي مش عارف ايه. لا دي حاجة واضح ان الحكاية مش مسألة ان الناس بتهبل وخلاص، لا دي خطة. واضح ان في خطة وبتتنفذ. وبعدين اللي خلوا محافظة كاملة بقت خلاص كلها سوريين، واتكرمت بقت وزيرة. ليه يعني؟ وتقول لك لا ده هم كده يعني، لما هم ما عملوش حاجة، ده هم 10,000 بس. هو 10,000 اما تبدريهم في محافظة ده قليلين؟ ده كل واحد فيهم بيخلف بالعشر عيال في اليوم. انا مش فاهمه. ده اللي جاي دلوقتي، اللي جاي من 2011 دلوقتي بقى راجل بشنبات وعنده عيال. يعني حرام عليكم، هو الشعب المصري ده يتحمل ايه ولا ايه؟ الشعب المصري اللي وقف لكل الاحتلال اللي دخله. حتى الستات نزلت في الحروب، في 56 نزلوا بغطيان الحلل، نزلوا بكل حاجه في ايديهم عشان يدافعوا عن بلدهم. انت جايين دلوقتي تقول لك مصر طول عمرها. مصر طول عمرها لكن بيجي يضيف ويمشي. مش طول عمرها بتاخد الناس تقعد عندها. مين اللي قال كده؟ بعدين هي دي معاملات الشعوب، ان الشعوب تيجي تقعد عندك عشان انت تبقى حلو وام الدنيا تبقى جميل؟ لا ماشي، ام الدنيا غصب عن اي حد. بس انت في بلدك وانا في بلدي. علاقتي بيك كويسة، انت في بلدك وانا في بلدي. انما المؤمنين اخوة، اخوة، بس انت في بلدك وانا في بلدي. هو انت اخوة تيجي تقعد على حجري؟ يعني ده ايه اللي اقول ايه؟ والله العظيم ما لاقيه لفظ اقوله، بس واحد مش عايز يغلط في حاجة يعني. يعني ايه يعني ايه الاسلوب دوت يعني؟ والفرد فرد كده على المصريين. تحس ان الكل مجند ان هو ينقط ويشل المصريين. مش فاهم المصريين عملوا ايه للناس؟ وليه الحرب دي كلها من الداخل ومن الخارج على المصريين؟ ايه اللي عملوه؟ واحنا مش هنسكت على حقنا يعني.